خرج الترجي بنتيجة مقلقة جدا من آخر مباراة خاضها قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دور الأبطال الإفريقية بخسارة وبثنائية دون رد أمام الأولمبي الباجي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة لمرحلة البلاي أوف من البطولة، ومنح الأمين ذلك التقدم بالأولمبي الباجي في الدقيقة 7 وبعد تحرك جماعي وتمرير عرضية من أسامة بوقرة، وأضاف عثمان السعيدي الهدف الثاني في الدقيقة 86 وتم تأكيده بعد الرجوع إلى تقنية الحكم الفيديو المساعد وبعد تأخير كبير. هي خسارة مقلقة للترجي ولجماهيره العريضة. كان الأحمر والأصفر قريبا من تعديل النتيجة في عدة مناسبات، خاصة بعد أن دفع المدرب بلاعبيه وكذلك حمد الهوني ومحمد علي بن رمضان وياسين مرياح مع بداية الشوط الثاني، لكن تألق حارس الأولمبي الباجي أشرف كرير حال دون ذلك، وتعد هذه هي أول هزيمة يتعرض لها الترجي في بطولة الدوري منذ 4 أشهر، وتحديدا منذ سقوطه بنتيجة 2-1 أمام الملعب التونسي يوم 21 ديسمبر الماضي. وبهذه الخسارة تجمد رصيد الترجي عند 8 نقاط في المركز الثالث، وفيما رفع أبناء المدرب جمال الخشارم رصيدهم إلى 5 نقاط في المرتبة السابعة. جدير بالذكر أن اللقاء سيتجدد بين الفريقين في مقابلة ثأرية ترجية يوم 28 مايو أيار المقبل في نهائي كأس تونس، ويستعد الترجي حاليا والتركيز لمواجهة مضيفي شبيبة القبائل يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الشامبيونز ليج الإفريقية في ماراثون من المقابلات لا ينتهي.